السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جايت بغيت نشارك معكم الغديوة ديالي ديال نهار اليوم السهلة والبسيطة ومشبعة في نفس الوقت، مشبعة واقتصادية وما فيهاش بزاف تاع الدهون. وبغيت نشارك معكم الخبز ديالي كيفاش. صراحة ما شاركتش العجينة ديالو، ولكن بغيت نوريكم كيفاش نحضروا. صافي اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الغديوه ديالي وندير لكم الخبز ديالي كيفاش كيجي. كنديرو صغير وكنديرو كيجيني خفيف وزوين. مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنعجنو كيفاش كنطيبو. كيجيني صراحه زوين الخبز ديال الدقيق القمح كامل. وكندير فيها شويه الفورص وشويه الخميره البلديه وشويه الخميره تاع الحانوت، كيجيني زوين. ونبداو بسم الله. نبدا الغدا ديالي اليوم من بعد ما عجنت وخليته خمر واحد شويه في القصريه، وعاد باش قرصته وخليته خمر تاني هنايا. من قرصته خليته خمر شويه كما كتشوفوا. ها هو خمر الخبز ديالي. غنمشي نشعل عليه الفران نديرو يسخن ونرمي الخبز ديالي في الفران. رميت خبيزات توعي صغيورين دايرهم صغار وكنتقلبهم بالفرشيطه كما كتشوفوا معايا. اي سيده كتعرف كيفاش تعجن. صافي من بعد ما كملت الخبز هو الاول ها هو. الصراحه كنسبق الخبز هو الاول كنديرو صغير كما كتشوفوا باش ما يضيعش ليا الخبز بزاف. يبقى كما كتعرفوا ان الخبز من كيبقى يتكسر كيبقى يضيع. والله ما كندير هاد الوحدات صغيورين بحال هكا. صافي واحد ياكل القياس تاعو باش ما يبقاش يضيع الخبز النعمه ديال الله حتى هويا. وكما كتشوفوا كيفاش جاني كيجيني زوين صراحه كيجيني زوين. ومدلوك مزيان مرخوف كنرخف واحد شويه وكندلكو. وفي الخميره البلديه كندير واحد شويه الخميره تاع الحانوت، كنكثر الخميره البلديه وبالزربه كتخمر ديك الخميره البلديه. صافي دابا غنمشي باش نحضر الغديوه تاعتي. كما كتشوفوا البطاطا هنايا نقيتها هنايا كبيره واحد شويه وسلقتها واحد نص سلقه. درتها في الماء غليان، خليتها مده 5 دقائق ما خليتهاش تغلات بزاف. صافي درت فيها شويه الشونيه وشويه الملحه وشويه الكمون وشويه القزبر يابس مدقوق وشويه زيت العود كما شفتوا. وهنا درت معاه شويه واحد 2 معالق تاع نشا وسرحتها في اللاطه تاعتي تاع الفران اللي مدهونه بشويه الزيت. وغنرش عليها واحد شويه زيت العود من الفوق. صافي وغندخلها الفران، ندخلها الفران تطيب. وهنا كما شفتوا معايا انا غسلت السرديل كما كتشوفوا. هو السرديل عندي هنا كنحيد ليه القشره ديالو وكنقيه من هذوك الشوكات اللي كيكونوا في الجناب. بالنسبه للوليدات توعي ما كيبغيوش ليا السرديل، ولكن من وليت كنديرو بهذه الطريقه انني كنقشر وكنحيد ليه ديك الجلده كيعجبهم بزاف بزاف. بهذه الطريقه احسن. انه كيبغيوش ديك الجله. كما شفتوا معايا هنا درت واحد تقريبا واحد نص كاس تاع زيت العود. وبحال تقريبا ونص كاس تاع زيت المائده. عندي هنا تقريبا شي كيلو تاع السرديل اللي عندي. ودرتو في هاد الطنجره ديال الضغط ودرت مع واحد شي تقريبا هادو شي 6 الفصوص تاع الثوم قسمتهم على جوج اللي ولحتهم حتى هما معاهم. وعندي هنا واحد 2 معالق تاع مطيشه ديال الحك اللي انا درتهم في واحد نص كاس. وعندي واحد شويه الزعتر كاس تاع الماء كما شفتوا معايا. حاولت انني شويه الزعتر وشويه اليازير. صافي وغنوجد هنا شويه الملحه. انا السردين مالح ومطيشه تاع الحك حتى تكون شويه مالحه. وغندير تقريبا هنا واحد 4 كاس تاع الخل. انا الصراحه ما كندير حتى شي حاجه بالقياس، كلشي عا نكبوا لواحد اي سيده عينها ميزانها. هنا عندي هذوك 2 معالق اللي انا ذوبتهم في نص كاس تاع الماء. 2 معالق تاع مطيشه مركزه. صافي كلشي هادشي درتو فوق داك السردين اللي انا كنت محضره. صافي وغنمشي نحطو فوق الطنجره وغنمشي نحطو فوق البوطه لمده شي 5 دقائق نسد عليه حتى تتصفر عليه عندي هنا واحد 2 جزرات واحد 2 كوريطه. هاد القرعه الخضراء حطيتهم بشرتهم في واحد الكاسه شويه تكون غليظه. ودرت معاهم واحد في هاد المقيله درت معاهم واحد شويه زيت المائده وشويه الملحه وشويه الابزار وغنخليهم نقص عليهم البوطه.
وغنخليهم حتى يتشحروا مزيان على خاطرهم ويدبلوا. مع نجهز عليهم البوطه باش ما يتحرقوش ليا، غنحط عليهم البوطه ونخليهم يدبلوا مزيان على خاطرهم حتى همايا. صافي غنشد كلشي غنخلطوه. هنا عندي الخيزو اللي انا شحرت، وعندي واحد الحك تاع هاد ايزابيل، ولا تستعملي ميلو ولا اللي عندك. وعندي هنا واحد 4 المعالق تاع المايونيز محضراها في الدار. وكما شفتوا الخضره، هي هاد الخضره ديالي تشحرات. وعندي واحد الحك تاع الذره معلبه حتى هي صفيتها ودرتها هنا فهاد فهاد سميتو اللي انا سلقت، فهاد لسان طير انا سلقت. صافي غنخلط كلشي. ما عندي لا ملحه لا بزار لا والو، حيت الملحه والبزار شحرت فيهم هذاك خيزو. صافي باش ما يجينيش كلشي مالح، ومايونيز مالح، وهذاك داك الايزابيل حتى هو مالح. تقدري تعوضيه بالطون معلب. انا الصراحه اليوم ما اكتفيت بداكشي اللي عندي موجود في الدار، هو اللي درته في الغديوه. صافي داكشي اللي عندي. ما بغيتش وحتى المايونيز كما شفتوا معايا، شوفوا كيفاش خاطر انا مصايبه في الدار حتى واحد درته. باش فهمتي الواحد يقتصد شويه اللي كان عنده موجود يقضي بيه وصافي. صافي دابا هاي البطاطا تاعتي من بعد ما خرجتها في الفران جاتني مقرمشه وزوينه وصحيه في نفس الوقت. كتجي تبنينه بديك الاقامه اللي درت فيها شويه الزعتر وداكشي اللي درت فيها الاقامه، كتجي زوينه الصراحه وصحيه بزاف احسن من القل. وهنا السلطه ديالي اللي انا صايبت بلسان الطير والخضر اللي شحرتها. حتى هذه بالنسبه للوليدات صحيه، حتى هي اللي كيبغيو. تقدر ديريها في المقاروني، تقدر ديريها في الروز. بحال بالنسبه للوليدات ما كيبغوش الكورجيط وخيزي ياكلوه، يقدروا تخلطيه لهم بحال هكا في هذا الشيء اللي كيبغيو. كما كتشوفوا معايا هو السرديل ديالي من بعد ما طاب. انا سديت عليه في الطنجره ديال الضغط واحد المده ديال 5 دقائق، وفتحت عليه الغطا ديالو وخليته يبقى تشرب. وقف في الزيت ديالو بقى هذيك الصلصه ديال المطيشه وشويه الزيت. وكما شفتوا راه درت عصا سيدنا موسى وما ذكرتهاش معكم، وشويه البزار وشويه الملحه وشويه زيت العود وزيت المائده. ودرت هاد المطيشه ديال الحك لان خلطتها في واحد الكاس تاع الماء ودرتها فيه وشويه الخل وصافي. وخليته وشويه اليازير حتى هو درتو شويه الزعتر كما قلت لكم في الاول. وصافي وخليته تا شرب مزيان طلق الزويته ديالو. صافي. وهاد الطريقه اللي كندير انا لهاد السرديل كيجي زوينه وكتجي صحيه بحال بالنسبه للوليدات الصغار اللي ما كياكلوش السرديل. تحاولي انك تحيدي لهم شويه الشوك من هذيك الجهه الفوقانيه، وتحيدي لهم هاد القشره ديال السرديل بحال هكا باش يوليو يبغيوه لك مزيان. انا الصراحه اي تحضير اللي كنحضر به السرديل كنحيد لهم هذيك الجلده وكنحيد لهم شويه الشوك من الجناب، وكيولوا كيبغيوه ليا، ما كانش كيبغيو ليا الوليدات. ودابا ولاو كيبغيو ليا السرديل وكيجي بهاد الطريقه صحي بزاف ليهم. واصلا الصحي السرديل كما كتعرفوا فيه فوائد كثيره. وها هي الغديوه ديالي دابا اليوم كما شاركتها معكم. درت شويه السلطه بسميتو درت السلطه بلسان الطير ودرت شويه السرديل وشويه البطاطا اللي دخلتها الفران وخبيز تاع القمح الكامل اللي درتو انا بالدقيق القمح الكامل كما شفتوا معايا كيفاش كيجيني. درت فيه شويه الخميره البلديه وكيجيني زوين. كندير فيه واحد شويه الفورص صافي وكيجيني زوين صراحه. كيجي المذاق ديال هذاك الدقيق تاع القمح كيجي حلو وزوين وصحي. صافي. وكنديرو صغيور كما شفتوا معايا كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو كيجيني خفيف وزوين. صافي. وهذه هي الغديوه ديال نهار اليوم. درت واحد شويه الخيار تمايا الوليدات ياكلوا صافي. وحضرت هاد الغديوه تاع نهار اليوم وكنتمنى انكم يعجبكم الفيديوهات ديالي وتتابعوهم ليا حتى الاخير وتبارطاجيهم. جزاكم الله الف خير والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.